اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد على القناة. يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ال API Client، وده تاني فيديو في السلسلة اللي كنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، ان احنا هنكريت فيتشر كاملة from scratch. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن ال API Client. ده ال Abstract Class اللي بيبقى فيه كل ال Abstract Methods بتاعت ال Endpoints بتاعتنا. خلونا نبدأ كده ان احنا نعمل هنا كده API client. هنعمل الكلاس بتاعنا بقى abstract class API client. حلو. ده في اول حاجة بياخد مننا ال REST API annotation اللي بتيجي من ال retrofit، بس هتبقى من retrofit هنا. حلو. وهتاخد مننا ال base URL هنا اللي احنا بنجيبه من ال network constants ماشي دوت بيز يو ار ال. ونبدأ هنا جوه ال API client بياخد مننا factory method بيبقى اسمها API client أو factory constructor. ياخد مننا object من الدايو، وبياخد مننا string base URL، وبياخد مننا parse error logger. وبنسويه هنا في الآخر ب private API client. وده بيبقى class generated اللي هو هيتعمل له generate في API API client دوت جي دوت دارت. تمام، محتاجين نعمل import للدايو. وبعد كده بنبدأ ان احنا بقى نضيف الميثودز بتاعتنا اللي هي future مثلا of HTTP response fetch products مثلا. حلو. وبما ان دي get method او احنا هنجيت حاجة، قول له هنا at get ونحط له ال API endpoints dot products بتاعتنا. حلو كده. نبدأ بقى ان احنا نرن السطر ده dart run build runner build delete conflicting outputs. ده السطر اللي هيعمل لنا generate لل private API client دوت. تمام، هو عمل لنا هنا generate ليه. لما ندخل نبص عليه هنلاقي ان هو بياخد مننا الدايو والبيز يو ار ال والايرور لوجر. هنا خد ال API endpoint او سوري البيز يو ار ال اللي احنا عملناه، اللي احنا ضفناه هنا في البيز يو ار ال، وعمل لنا التلاتة اوبجكتس. وهنا عمل لنا الميثود بتاعة الفيتش برودكتس. خد الاند بوينت اهو، هنا خد الدايو اوبشنز اللي احنا عملناها. تمام. بياخد لو في بارامترز او داتا احنا ضفناها بياخدها، ويبدأ يعمل الكول ويرجع لنا value او يرجع لنا الايرور ايا كان يعني. وده كده كان فيديو النهارده، فيديو صغير جدا. بكل بساطة ده الكلاس اللي احنا بنعمله. بنضيف فيه بس الاند بوينتس بتاعتنا وخلاص، على كده احنا ما بنعملش فيه حاجة تاني. لو مثلا ال يعني الاند بوينت دي بتاخد مننا بادي، بنديله مثلا البادي annotation، وهنقول مثلا هنا بياخد مننا string body او اي حاجة يعني map مثلا. map of string مثلا. نسميها body. لو هو بياخد query معينة نقول له at query. هنا الكويريز دي لو هتبقى مجمعة او ممكن ناخد هنا مثلا لو هو بياخد ID نقول له int ID، ونقول له هنا بياخد query واحدة اللي هي عبارة عن ID، وهكذا. بس احنا حاليا ما بياخدش مننا حاجة، فاحنا هنشيل الموضوع ده. معلومة محتاج تعرفها: لو انت هتضيف هنا كويري او بادي او اي حاجة، محتاج ترن سطر الجنريتور دوت تاني علشان يبدأ يضيف الابديتس دي في البرايفت كلاينت هنا او البرايفت كلاس. ده كده كان فيديو النهاردة. شكرا لانك وصلت لاخر الفيديو. يا ريت تعمل سبسكرايب وترن الجرس لو انت مش عامل، وتدعمني باللايك والشير والكومنت. شكرا ليك، اشوفك في الفيديو اللي جاي.